أهلا بيكم. النهاردة الفيديو ده لكل بنت بتسمعني دلوقتي وهي حاسة إن قلبها موجوع، لكل واحدة بتطفي النور وتنام ودموعها على مخدتها وهي بتسأل يا رب أنا ناقصني إيه علشان لسه ما جاش نصيبي. النهاردة احنا جايين نطبطب على الوجع ده اللي كتير مش بيقدروا يتكلموا فيه، الوجع اللي بيزيد لما بتشوفي صحابك اتجوزوا وشالوا ولادهم وانتي لسه واقفة في مكانك. هنتكلم بكل صراحة عن ضغط الأهل وكلام الناس اللي بيسم البدن، والسؤال اللي بيحرق القلب، ليه اللي بيغلطوا بيتجوزوا وأنا الملتزمة لسه؟ اسمعيني بقلبك يا غالية، لأن الكلام ده ليكي ومخصوص علشانك. هنتكلم عن سجن القطر اللي فاتني وكلام الناس، وعلشان نفهم الحكاية من أولها لازم نواجه أول وحش بيطاردك وهو كلام الناس ونظرات الشفقة اللي بتشوفيها في عيونهم. المجتمع للأسف بيبرمج البنت على إن قيمتها في بيت العدل، وإن لو سنك كبر شوية يبقى راحت عليكي. تلاقي القرايب بيسألوا ببرود مش هنفرح بيكي، والصحاب اللي اتجوزوا ممكن يغزوكي بكلامهم وتصرفاتهم. بس خليني أقولك حاجة مهمة، رزقك ملوش علاقة بساعة الحائط ولا بكلام البشر. ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بحكمة، وتأخير الجواز مش نقص فيكي ولا عيب في جمالك أو شخصيتك، ده توقيت إلهي إحنا لسه مش فاهمين سره. وهنا بنوصل لأكتر نقطة بتوجع وبتعمل صراع جواكي، لما تشوفي بنات مش ملتزمة أو بيعملوا علاقات مش كويسة وتلاقيهم اتجوزوا وبسرعة كمان، بتقولي في نفسك بمرارة يا رب أنا حافظت على نفسي، أنا كنت محترمة، ليه أنا لسه وهم اتجوزوا؟ يا غالية لازم تفهمي إن الجواز رزق زيه زي المال، ربنا بيعطيه للطائع والعاصي. الجواز مش جايزة على التقوى ولا شهادة حسن سير وسلوك، ممكن يكون جوازهم ده اختبار ليهم، وممكن يكون تأخيرك انتي حماية ليكي من جوازة كانت ممكن تكسر قلبك وتضيع عمرك. ربنا سبحانه وتعالى عزيز حكيم، بيعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، بس بيعطي الدين للي بيحبهم. وهنا لازم نخرج من فخ كبير اسمه غرفة الانتظار. في بنات بتوقف حياتها تماما، لا بتنجح في شغل ولا بتهتم بجمالها ولا بتخرج، وكأنها بتقول أنا ماليش حياة إلا لما العريس يجي. انت كده بتضيعي عمرك في انتظار مجهول. عيشي حياتك، انجحي، اكبري، اهتمي بنفسك لنفسك مش علشان حد. خليك البنت اللي الناس تتمناها، مش البنت اللي قاعدة مستنية ان ربنا يبعت لها نصيبها. خليك البنت اللي لما يجيلها حد يلاقيها إنسانة ناجحة وقوية ومكتفية بذاتها، مش إنسانة محطمة ومستنية حد ينقذها من نفسها. وفي عز الوجع ده لازم نعرف إن تأخير النصيب هو نوع من أنواع البلاء، بس هو بلاء مغلف بالرحمة. ربنا بيحب يسمع صوتك وانتي بتدعيه بإلحاح، بيحب يشوفك وانتي بتلجئيله في ركعتين في الليل. يمكن ربنا أخر نصيبك علشان يجهزك لزوج يكون فعلا سكن ليكي، أو عشان يبعدك عن تجربة كانت هتهدمك نفسيا. افتكري دايما إن ربنا قريب مجيب. قولي لنفسك دايما إن صبرك ده له أجر عند ربنا، وكل نظرة وجع بتبصي فيها للسما وتقولي يا رب، ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك عوض يبهرك. والنقطة دي بقى هعلمك فن الرد وحماية الحدود، إزاي تردي بشياكة. لازم تعرفي تردي على أي حد يوجه لك كلمة توجعك عن تأخير نصيبك. لما حد يسألك بفضول أو شفقة مش هنفرح بيكي أو القطر هيفوتك، ردي بابتسامة هادية جدا وثبات وقولي الفرح الحقيقي هو إني أكون في المكان اللي ربنا اختارهولي في الوقت الصح، وأنا حاليا في قمة سعادتي وراضية بنصيبي. الرد ده بيقفل باب الفضول فورا، لأنه بيبين إنك مش ضحية مستنية عطفهم. ولو حد حاول يضغط عليكي بكلمة العمر بيجري، ردي ببرود العمر مش سباق، العمر رحلة، وأنا مش مستعجلة على خطوة ممكن تضيع حياتي لو كانت مع الشخص الغلط. النصيب رزق زيه زي أي حاجة في الدنيا، ملوش ميعاد ثابت. لما الناس تشوفك راضية بقضاء الله وواثقة في اختيار ربنا ليك ومحترمة التوقيت اللي ربنا قدره، هيبطلوا يتجرؤوا عليكي بالكلام. خليكي دايما عزيزة نفس، وردك يكون رسالة ثبات مش تبرير لضعف، لأن كرامتك أغلى من أي جوازة. في النهاية يا بطلة،
انت غالية عند ربنا جدا، وقيمتك مش بالدبلة اللي في ايدك، قيمتك بروحك وبأخلاقك وبصبرك. ما تخليش حد يكسر فرحتك بالحياة، وثقي ان الفتح بيجي فجأة زي ما اتفقنا. قولولي في التعليقات ايه اكتر كلمة بتوجعك من الناس وبتردي عليها بايه، وخلينا نجبر خاطر بعض ونقوي بعض. انا سيلا، وده بيتكم التاني. نورتوني. شكرا.